السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جيت لكم بيوم جديد وروتين جديد نشجع بعض. يلا عشان ايه؟ نقوم نجري في الشقة في الحر ده. اليوم ده اليوم اللي هو كان حر قوي في الاسبوع، مش فاكرة كان يوم ايه، بس صراحة مش فاكرة. اليوم ده انا كنت صاحية الساعة 7 الصبح، قلت افطر كده حاجة خفيفة، كيك وشاي، عشان كنت نازلة اصلا عندي مشاوير كتير. كنت رايحة البنك وكنت رايحة اجدد البطاقة بتاعتي، فقلت اتفرج على حاجة كده على بال ايه، ما لسه بدري يعني، كان لسه الدنيا ما فتحتش ولا اي حاجة. قلت اروح عشان ابقى رايحة ضامنة ان يعني ال- المصالح كلها فاتحة. قعدت هنا جبت مسلسل انا ما كنتش شفته، اللي هو قلبي ودقات ولا قلبي ومفتاح، ومش فاكرة اسمه ايه. لان انا ما اتفرجتش على مسلسلات خالص في رمضان، فبشوفهم كلهم بعد العيد، يعني قاعدة بتفرج عليهم لسه دلوقتي. كنت جاية انزل ومستحبة، لقيت القرزة دي صحت، قلت لها خلاص رزقك، تعالي تعالي معايا وخلاص هتسليني، ويا ريتني ما خدتها. فرجت عليا البنك، اقسم بجلالة الله. بص، احنا كنا قاعدين هنا، كانت لسه قاعدة بتسخن، قامت تصوت وتجري، وانتوا طبعا عارفين البنوك. بص خالص. روحت لقيت جوزي وقال كان جايب لي جو حر، يلا بقى نفتتح اول مره نروح بقى البحر السنه دي. قلت له بلاش بحر وفرادة، قال لي طب بسين، قلت له تمام قشطه. فجينا بقى، رحنا هنا اكوا بارك. طبعا بصوا مفيش حد خالص، لان دي يعتبر لسه محدش راح بحور ولا راح اي حاجه السنه دي، بس فعلا الجو ده كان صعب قوي اليوم ده بالذات. بعد كده تاني يوم الجو قلب، يعني سبحان الله. هو الربيع كده هتلاقوا يوم ويوم 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 كده. ده كان المكان، احنا بنلعب في الالعاب الصغننه دي، بس هو قرر ان هو يروح يجرأهم في الكبيره. جينا هنا، كريم عايز يقعد على الجو الموبايل يا كان كريم. بصوا بيطلع نار، والله العظيم بجد الجو كان بيطلع نار، ولا كأننا في نص شهر 7. اه توتو يلا. ده البسين ايه الصغير بتاع الاطفال، وفي بسين اصغر منه. ايه اللي وحش؟ البحر وحش. طب نروح نلعب في اللي هناك دول. خايف ليه؟ بصي دي ده، بصي دي ده، مش خايفه ازاي؟ انت خايف من ايه؟ اللي فوق دي مالها؟ بتعمل ايه؟ بتعمل كده كده. بصي دي ده، تاخد دش مع بابا. هم بابا حضن. الاكل اللي كنا طالبينه وصل بقى. هما كانوا فطرانين في البيت، انا كنت مأكلاهم بيض مسلوق قبل ما انزل، فكنا طالبين شاورما فراخ وكده، وفي نفس الوقت طلبنا من المكان هنا وافل ومعاه جيلي كولا وكلام من ده. فالاتنين نزلوا مع بعض، قلت لهم خلاص هنحلي بيهم مع القهوه بعد ما ناكل. هنا بقى جوزي شرب القهوه ونزل معاهم، وانا فضلت قاعده. بص انا كنت هموت وانام، شايفينها من الساعه 7 الصبح بحلقه. عندي بنتي بتحب الميه وابني بيخاف، بس جوزي بقى قعد يرجع في الميه وكده، بدأت هي كمان تخاف. جايين نجرأ واحده. رايحه فين؟ كنا بنجرأ واحد على الميه، كرهنا التانية فيها. خلاص. ايه ده؟ بصي قطو، بصي قطو، بصي قطو. نو مفيش موبايل. قطو، 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 اعمل باي. اعمل باي لماما، اعمل باي لماما، اعمل باي لماما، اعمل باي لماما. هو كان بيعيط ليه؟ جيت اعمل باي لماما، اعمل باي لماما. بابا ماما بابا نو نو، مفيش جمعة واحدة نزلت.
قطو بصوا بقى طالعين فين. تطلع معاهم؟ لا. ليه؟ قطو شايفهم؟ روحت بقى، كنت جايبة شوية مشتريات كده فقلت افرجكوا عليها. وانا كنت بقى بدي البيت تصبينة كاملة، يعني كنت بصبن البيت، فقلت وانا بطلع الحاجة بالمرة افرجكوا على الحاجات اللي انا اشتريتها الاسبوع ده. قولوا لي رأيكم في الكومنتات. وكنت بعمل هنا كده تصبيرة، وبعد كده برضو جوعنا بالليل فعملت تاني توستات. كان ده العشاء بقى بتاعنا. تاني يوم الصبح صحيت بدري، كلت الكيكة بقى اللي انا كنت عاملاها معاكم الفيديو اللي فات، انا عملتها كلها بتفصيلها معاكم. وعملت برضو التحلية ديت اللي هو الكريم شانتيه بالفراولة ميتها كده المسكرة، عملتها معاكم برضو الفيديو اللي فات. دول بقوا ادمان. في نفس الوقت انا كنت صاحيه الصبح بدري فمولعه على لحمه بتتسلق، لما اتسلقت كنت بحمرها بقى. كنت بعمل، جوزي قال لي انا نفسي في فته، فهقول لكم بقى الفته بتاعتي يعني مختلفه شويه، مش بعملها بالشوربه، انا بعملها بالصلصه. صلصه والرز، وهنا الشوربه كنت لسه مصفتهاش. ودي الدقه. هقول لكم الدقه برضو عباره عن والعيش بحمره. ده كان العيش البلدي الغامق مش الفاتح، عشان كده هتلاقيه مغمق شويه. بحط اول حاجه العيش المقرمش، وعليه الرز، وعليه الصلصه. انتوا طبعا النقطه دي بقى انتوا بتحطوا شوربه، لا انا بحطها بالصلصه. انا جوزي كلها مني وكان في عيد كبير كده وكنا مخطوبين، ومن ساعتها اما باجي اعمل فته يقول لي اعملها لي بالطريقه دي. يعني هو كان اول مره يجربها بالصلصه، كان عندي واحنا مخطوبين، فعجبته جدا. الدقه بقى عباره عن توم عليه كزبره وملح وخل وميه بس. ما بحطهاش على العيش عشان ما اضطرهوش، احنا بنحب ناكل العيش مقرمش. وحطيتها عليه، وبعدين بحط اللحمه دي يا دوبك بفرش تحت كده بصل، يا دوبك ياخد ريحته بس، يعني انا مش بناكلها بالبصل. وعليه صويا صوص و7 بهارات وملح وفلفل بس، فقط لا غير. هنا كان جوزي ده كان هينزل بدري وكده، فقلت هو يتغدى الاول، انا الكيكه كانت لاكمه عليا مش طالبه معايا اتغدى دلوقتي. وولادي برضو كانوا لسه فاطرين صاحيين متاخر، ففطروا متاخر، قلت هغديه هو، وبعدين لما ينزل نبقى نتغدى احنا مع بعض. كنت هنا بعمل كنت هنا بغرف له. بعد ما اتغدينا بقى انا وولادي وكده ونضفت البوتاجاز، بحب اديله تلميعه محترمه كده. التلميعه دي بتغسلني من جوايا. ونقلت واحده اللي هي فيها المعالق دي، جبتها جنب البوتاجاز تاني، حسيت ان شكلها هنا اشيك. شوفوا هي كانت هنا اهوت، حطيتها هناك تاني. بعد ما دي بقى النهايات السعيده يا جماعه، بعد ما المطبخ بيبقى زي الفل كده، دي النهايات السعيده. وولعت هنا بقى ما نضف، ولعت على بيتي عشان اعشيهم ونيمتهم. وقلت لجوزي بقى وانت جاي كان نفسي في فول اللي عليه دقه الحراقه ده، عارفينه. وده كان نهايه يومي. لو وصلتوا لنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناه لو وصلتوا أول مرة لغايه هنا ما تشوفوني. تنسوش اللايك واتمنى والسبسكرايب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في تاني فيديو. ويا رب يكون مع الفيديو السلامة. عجبكم، واشوفكم